بقول لك ايه، هو انت هتبقى اجازه امتى؟ خلي الولاد عايز يجي يشوفهم، وحشينه جدا بقاله شهور ما شافهمش. اياك اخوك يجي هنا ولا يهوب ناحيه العماره ولا يعتب عتبه الباب، ولا عايز اصلا الجيران يشوفوه وهو داخل هنا، ولا عايزه حتى يحتك بالولاد. وده ليه كل ده؟ معلش انا مش فاهماك. عشان اخوك يرد سجون وسوابق، ومش عايز بعد ما قعد مع المجرمين وقتالين القتله يجي يقعد هنا مع ولادي. اعتقد حقي. هو كمان من حقه يشوف ولاد اخته، ومن حقه يدخل بيت اخته. وبعدين كفايه قوي ان انت ما خلتنيش ازوره ولا مره وهو في السجن. وعلى فكره هو طلع براءه، وكل الناس عارفه ده، وكل الناس في الشغل عرفت ان هو ما سربش بيانات العملاء ولا حاجه. بقولك ايه، براءه ولا مش براءه، التفاصيل والقصص دي ما تهمنيش. انا اللي يهمني ان هو لسه راجع من السجن. وبعدين جربي كده عندي معايا وجيبيه، هتبقي بتجيبي الاحراج لنفسك وليه. لا تعليق، انا اللي غلطانه ان انا حكيت لك من الاول. لا ما تقومش، دي اكيد بيان اختي. كملت. اقعدي يا بيان، تشربي ايه؟ لا انا مش هشرب اي حاجه. قومي انتي بس جهزي عشان نلحق نروح ونرجع على طول بدري ما نتاخرش. ازيك يا فارس، عامل ايه؟ اهلا يا بيان. انا تمام الحمد لله. انا هقوم بقى عشان كنت داخل اخلص حاجات جوه. معلش هو فارس مود وحش قوي النهارده من ساعه ما صحي، مش عارفه ليه. لا يا بنتي عادي، وبعدين الراجل اتعامل زي الفل. قومي بس انتي شوفي هتعملي ايه. طيب انا هقوم اجهز واقول لفارس ان احنا نازلين. فارس انا هنزل مع اختي، هنشتري شويه حاجات وهنعمل كام مشوار. لا مفيش نزول. ليه؟ مالها اختي كمان؟ مش فاهمه. عشان دي اختك اللي بتملى دماغك وبتبخلك السم. مش دي اللي طالبه الطلاق ومجرجره جوزها في المحاكم في قضايا نفقه وزفت؟ ما انت عارف يا فارس كويس قوي ان هي كانت متبهدله مع جوزها هي وولادها، وما كانش بيصرف عليهم ولا يديهم ولا مليم. وبعدين هو انت بتعمل ايه غلط ولا خايف من ايه؟ هي هتملى لي دماغي بايه يعني؟ اخاف من ايه؟ انت اتجننتي؟ وبعدين ايش جابني انا اللي عوضت لجوزها؟ وغير كده انا ليا 100 تحفظ على اختك في حاجات قد كده. ولا نسيتي؟ وطي صوتك. هو انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ خلاص يبقى اطلعي لها ولمي الدور، بدل ما اطلع لها انا بنفسي واقول كل الكلام ده قدامها وفي وشها. ساعتها هتشوفي بخاف ولا لا. ماشي يا فارس، هطلع لها. معلش يا بيان انا مش هعرف انزل معاكي النهارده. لو مش مستعجله خلينا قاعدين مع بعض ونبقى ناجل المشوار لمره تانية. ولا يهمك، انا اصلا كنت قايمه امشي. اهم حاجه في الدنيا جوزك. اقعدي معاه واتكلمي معاه وشوفي ايه اللي مزعله وراضيه، ما تخليهوش متضايق منك. وبعدين انا عايزه انصحك نصيحه. لما تحبي تحكي لجوزك اي حاجه او اي سر، احكي اللي يخصك انت. ما تحكيلوش اي حاجه عن عيلتك، لان في الاول وفي الاخر كل واحد في عيلتك وليه خصوصيته. وطالما انت ما سالتوش ولا خدتي رايه يبقى مش من حقك تقولي سره. وخلينا متفقين ان في الاول وفي الاخر انتوا زوج وزوجه. يعني مهما قلتوا لبعض ومهما عرفتوا عن بعض انتوا ستر وغطا لبعض، هترجعوا تصفوا لبعض ايا كان الكلام اللي اتقال. لكن النسب لما بيتعكر خلاص ما بيرجعش تاني. طبعا فاهماكي، انت صح. يلا قومي صالحي جوزك، انا همشي. فارس من فضلك اعمل حسابك توصلنا بكره بيت بابا لو هتخرج مع اصحابك، لان العيله كلها تتجمع وهو عايز يخرج الولاد. لا مش موافق. كل مره الولاد بيروحوا عند جدهم بيرجعوا متعلمين الفاظ غريبه وبذيئه، طبعا من المنطقه اللي انتوا عايشين فيها. ايوه يا فارس، بس الولاد مش هيلحقوا يقعدوا في المنطقه. بمجرد ما هيوصلوا بابا هياخدهم في العربيه ويخرجهم. وبعدين انا بنت خالتي لسه والده ولازم اخد لها هديه واروح. وبعدين مش كفايه ان انت عمرك ما بتروح معانا، كمان هتجبرنا احنا كمان ما نروحش. عربيه ايه؟ انت بتسمي عربيه باباكي دي عربيه؟ ده حتى التكييف مش شغال فيها، والعيال بيركبوا بيتخنقوا من الحر. وبعدين مش دي بنت خالتك وخالاتك اللي ما بيجاملوش مامتك في حاجه؟ ولا انا جايب الكلام ده من عندي؟ هو انت مش ملاحظ يا فارس ان نقدك ليا ومعايرتك باهلي زاد عن اللزوم؟ ومهما حاولت اوصلك ان دي حاجه بتضايقني انت برضه مش مستوعب ده. طول الوقت ما بسمعش منك الا انت رغايه زي مامتك او بخيله زي باباكي. حتى كل الاسرار اللي انا حكيتها لك عشان انت جوزي وانا مراتك، وثقت فيك وحكيت لك كل حاجه من ايام طفولتي وكل حاجه حصلت لي وحصلت لعيلتي، وانت مع اول موقف استغليت ده ومستمر في استغلال ده وعمال تعايرني باهلي. مع اننا في الحياه لو ركزنا هنلاقي ان انت كمان فيك عيوب، لان انت ببساطه بشر. بس انا بقى مش بعمل زيك. انا ببص على مميزاتك وبركز فيها وبحاول كمان اساعدك ان انت تطور منها، مش بس ابص على عيوبك عشان اعايرك واضايقك. انما انت بقى بالعكس، طول الوقت بتتكلم عني وعن اهلي بطريقه سيئه جدا، وناسي ان اكتر كلمه توجعني هي اللي تيجي في اهلي. وعلى فكره انا فخوره باهلي وبعربيتهم وببيتهم وبكل الظروف اللي اتحطوا فيها لانهم اتخطوها، وعمرنا ما اعتمدنا على حد ولا اتذللنا لحد. الغريب بقى ان انت واخدني من الاول وعارف ظروفي، وعمري ما كدبت عليك في اي حاجه واحده. بالعكس، ده قمه الغباء ان انا كنت صريحه معاك زياده عن اللزوم. ده وضعي ودول اهلي وانا فخوره بيهم. اوعى تفتكر ان كلامك عليهم هو دراعي اللي بيوجعني، بالعكس هم ظهري اللي مقويني.